بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده كالعاده. يوم الثلاث نختم بقهوه رايقه فايقه فيها شويه كلام حلو، كلام في الكوره. نرحب بنجومنا اللي مشرفينا ومنورنا النهارده. لقد عاد الينا من جديد انه يا ساده الخبير الاجنبي مستر محمود وينر. مساء الجمال. مساء الفل عليك يا ابراهيم، مساء الفل على الساده المشاهدين. كنت وحشني جدا جدا والله بجد. وانت والله اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله زي الفل. كله بخير والله الحمد لله. سيد محمد عماره ملك الارقام والاحصائيات، اخبارك ايه يا بيه؟ الحمد لله تمام. كله زي الفل. كله تمام. سيد فارس مساء الجمال. مساء الفل يا هيما، والنهارده قاعد جنب حد دارس بره وجوه بجد. مش كلام، ده الترجمه الحرفيه. ده اسقاط على اللي فات ولا ايه؟ لا والله ثانيه واحده. لا والله ما مقصوده. اكلم بقى عمر عبد خلاص والله. انا بقول لك يا باشا. ده موضوع عمر اللي بره في اسقاط عليك هنا في الحلقه. والله ما مقصوده. بجد بقى بجد بقى. والله ده انا فان اوف. ده بوش في رجلك يا باشا. انا فان اوف. ده انت طيب. قول ما كنتش اقصد. والله ما كنت اقصد. بس خلاص عدت. ازيك يا جو؟ ازيك يا هيما؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله كله تمام؟ ماشيه يا رب دايما. ازيك يا عم شادي؟ حبيبي يا هيما وحشني. الشغل شغال؟ الحمد لله زي الفل. يا رب دايما. يا شابو يا كينج المجال. عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الدنيا زي الفل؟ نعم الحمد لله. متألق على اليوتيوب يا هيما. الله يخليك. متألق. دي شهاده من الاسطوره. بص يعني. الكابتن محمود فايز دي حاجه كبيره قوي قوي حبيبي والله. بسمع منه كلمه والله العظيم فعلا حبيبي بترقى. عارف البلاطه الفاضيه بينزل عليها رتب والله. ربنا يخليك لنا يا كابتن. مساء الجمال يا عم حسن يا عسل. حبيبي يا كابتن. اخبارك يا عمنا؟ الحمد لله. ازيك يا درش؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا درش؟ كله زي الفل؟ كله تمام. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. طيب السؤال ما رأيكم في تصريحات الكابتن حسام حسن اللي هزت كوكب الأرض ومصر، واللي بيها الراجل ميكالي وصل له الموضوع هناك وراح كاتب بيان طويل عريض قال فيه كلام كتير. بص قد كده كل ده كلام اهو. قال لك ان الكفاءة أهم من الجنسية، قال من الجميل دائما ان يتم ذكرك حتى ولم يكن السياق دقيقا، وقال ان التصريحات اللي قالها الكابتن حسام حسن فكرتني بمسيرتي المهنيه وبالعمل الذي يبرر قيمه خبرتي المهنيه. قال كان لي الشرف ان انا ابقى اول متوج بالاولمبياد مع منتخب البرازيل وساهم في كذا وكذا وكذا وقدمت كذا وكذا ودربت انديه عملاقه زي كذا وكذا. وقال وصلت مع مصر لنهائي افريقيا الصعبه للشباب وامتدت المباراه لوقت اضافي ضد خصم قوي لعب على ارضه ونحن ب10 لاعبين. قال في الأولمبياد إن احنا تغلبنا على إسبانيا اللي فازت فيما بعد بالميدالية الذهبية وحصلنا على المركز الرابع وتم تصعيد 8 لاعبين من ذلك المنتخب إلى المنتخب الأول. وقال إنه الكابتن حسام حسن قام بتصعيد محمد شحاتة ومحمود صابر وأسامة فيصل المنتخب الأول، لكن من وجهة نظر الراجل ميكالي قال أنا كمدرب شايف إن هم استحقوا مكانهم وأدائهم الثابت ده ظهر مع المنتخب الأولمبي. قال فيما يتعلق بالتصريحات حوالين المدربين الأجانب اللي بيدربوا المنتخبات الوطنية قال أنا بختلف مع الرأي ده وبكل احترام. الكفاءة هي الأهم وليست الجنسية. أنشيلوتي يقود البرازيل وتخل مع انجلترا وبوتشيتينيو مع أمريكا والعديد من الأمثلة وما إلى ذلك. قال لك بالنسبة لراتبي هذا يتماشى مع كفاءتي وسيرتي. في النهاية يمكن اعتبار ذكر اسمي من قبل زميلي حسام حسن بمثابة تقدير للعمل الذي أنجزه. دي واحدة. الثانية كانت هناك تصريحات فيما يتعلق من الكابتن حسام حسن بأن احنا ما عندناش محترفين، عندنا 2 محترفين وربع. 2 محترفين وربع يعني محمد صلاح مرموش وربع كان بيتكلم على بيتكلم على مصطفى محمد. ثم جرى التوضيح لاحقا بعد ما حصلت غضبه كبيره جدا جدا بكل الطرق، فقال المقصود مش التقليل من مصطفى محمد وانما انه مصطفى ما بيلعبش بشكل مستمر، فهو مش محترف بالشكل اللي عنده استمراريه، بيلعب على فترات وما بيكونش تاني على فترات، والمقصود منها انه مش تقليل خالص من مسيرته. اذا السؤال ما هو رايكم في تصريحات الكابتن حسام حسن؟ قال لك ايه؟ ابتدي شابوه قرعه موجهه. قرعه موجهه وكوره سخنه. ايوه ومالك وكتابه على وشها تنور. مبدئيا انا عايز بس اسال سؤال. ايه ظاهره الزعيق للجماهير دي؟ كان لسه الكابتن اسامه نبيه من كام يوم طلع يزعق لنا برضه. كابتن حسام ما زعقش. يعني كان عنده وجهه دفاعيه شديده جدا. يعني يا كابتن حسام كلنا شفنا اللي حصل في ماتش اوزبكستان وتروق علينا احلى رواق، والماتش خرج بشكل صعب جدا وهنتكلم فيه فنيا. بس خلاص يا كابتن حسام انت تعالى عند الرادار وهدي وعدي واربط حزامك، خد اللقطتين
دش انتقادات هينزل يومين بعد كده غيرك يطلع مسرح يا كابتن حسام الموضوع بيتنسي. فكره ان حضرتك تصدر للناس ان الشغلانه صعبه على حضرتك نفسيا ده هو اساس المشكله. وبعدين انت حضرتك بتطلب مننا نحترم حضرتك وانت اصلا بتقلل من اللعيبه. بعد الماتش الاولاني طلع تقول انا ما عنديش لعيبه، اللعيبه الثانيه مصابه اللي بلعب بيهم. ده مش حقيقي، انت كنت مستبعد منهم الناس اصلا. بعد الماتش الثاني طلع عندي محترفين وربع. مش ممكن حد يتكلم على لعيب عنده المنظر ده. جرى التوضيح محترف بعدها وأنا كبير. قلتها. الكلمه بتطلع بعد كده احنا بنوضحها، لكن اساس الكلمه نفسه ما يتلمش. الكلمه صعبه جدا. حاجه ثانيه، المدرب اللي يجي قبل بطوله مجمعه، خلاص احنا اخر ماتشين وهنروح نلعب، المفروض انت دلوقتي حددت الشيب التكتيكي اللي بتلعب بيه، رسم الخطوط، حددت التاكتكس اللي هي الافكار اللي هتتنفذ. انت دلوقتي بتجرب افكار داخل الملعب. بنوصل ان احنا قبل البطوله في اخر ماتشين لسه بنحدد هنلعب كام، 4 2 3 1 ولا 3 2 4 1. وفي مشكله ثانيه، هو الكابتن حسام حسن بياخد لعيبته منين؟ اهلي، زمالك، بيراميدز، سيراميكا. الفرق الاربعه دول بيلعبوا ايه؟ 4 2 3 1 او 4 3 3 باربعه من تحت. فحضرتك يا كابتن حسام بتشتكي ان اللعيب اصلا تكتيكيا هو مش واعي، فتقوم واخد اللعيبه اللي كل شغلهم في الانديه في الحاله الهجوميه والدفاعيه على شكل 4 2 3 1، هتلاعبهم 3 2 4 1. واول مره يشوفوا بعض وعندك اصابات فانت بتغير، واللعيبه بتعمل لها ادوار مركبه. يعني ايه ادوار مركبه؟ ادوار مركبه يعني ايه؟ الارتكاز هينزل هيبقى جزء، قلبين الدفاع هيفتحوا يبقوا 3 من تحت، الباكين هيطلعوا هيبقوا هم اللي فاتحين عرض الملعب، الونجين هيدخلوا جوه الملعب، راس الحربه هينزل يساعد اللعيبه في اطلاق الكره. دي ادوار مركبه. الادوار المركبه دي بتتعمل على شيب ثابت بقالك فتره، على لعيبه عندها من المخزون والوعي التكتيكي ما يسمح، زي صلاح ومرموش مثلا. طب اللعيب المصري اللي متلصم، لا العبه زي النادي. والنتيجه ايه؟ ماتش اوزبكستان انت بتضغط طول الماتش غلط، وصلوا للجون بتاعنا بالشوط الاول 4 مرات، جابوا جونين وضيعوا انفرادين. اضف الى ذلك ان انت الثلاثه اللي تحت منهم 2 باكين، الباك في التغطيه غير القلب الدفاع خالص. الباك ده متعود ان هو وراه قلبين دفاع وعنده باك عكسي بيرحل وارتكاز بيساعده. لكن لما تلعب بثلاثه هيتقدموا على دفاع متقدم، ما ينفعش منهم باكين. والنتيجه محمد هاني عمل ايه؟ لما طلع رامي ربيعه والمساحه في ظهره راح يغطي الوينج وساب المساحه اللي في النص، اتضرب. طب ما انت اللي جايبه هنا. والمشكله بعد كده لما جينا بقى في ماتش كاب فيردي لعبنا دونجا في سيستم شبه الزمالك، مروان عطيه في سيستم شبه الاهلي، طاهر محمد طاهر في سيستم شبه الاهلي. الاربعه اللي تحت رامي ربيعه جنبيه واحد محمد حمدي، بس برضه رامي ربيعه بيلعب جنبي واحد، هاني في مركزه باك، فتوح باك. الشكل الهجومي وحش نتيجه الاختيارات الخاطئه برضه قدام، لكن شكلك الدفاعي محكم. انت دخل فيك جول واحد بغلطه واحده فرديه من محمد هاني برضه. كويس. فكل حاجه غلط. فيا كابتن حسام بعد كل اللي قلنا ده ان كل حاجه غلط، لما يحصل انتقادات تطلع مش مشكله، بطوله وديه بنحاول نوصل لاحسن شكل والقادم افضل باذن الله. شلت الضغط من عليك، الناس هديت. ماتش كاف فيردي كان شكله معقول شويه، لكن اللي عمله ده بوظ الدنيا، خلى فيه توتر، خسروا اللعيبه وخسروا نفسه وهدوءه وهو داخل بطوله قاريه ما ينفعش فيها الغلط. كابتن فايز، رايك ايه في فكره قله المحترفين؟ طيب تعليقا بشكل سريع كده على موضوع التصريحات. اولا لو هنحلل التصريحات او طريقه كابتن حسام، كان باين جدا التوتر والضغط اللي عليه، وده مقبول بما انك مدير فني للمنتخب انك تكون متوتر او عليك ضغوطات. بس ده معناه حاجه مهمه جدا، انك انت بتقوم بدور مهم جدا. كم مدرب في العالم يتمنى ان يكون مكانك؟ كتير جدا. ونرجع لتقديرنا واحترامنا، وان احنا عمرنا ما قللنا من قيمه كابتن حسام حسن ان كان كلاعب او ان كان كمدير فني او حتى الانجاز وصوله لكاس العالم بدون اي هزيمه، لانه كتب لك في التاريخ انك انت وصلت كاس العالم بدون اي هزيمه. ده جزء مهم جدا، لكن من المفترض لو تفتكر الاستوديوهات بتاعتنا بريب قلنا ايه؟ نبني على ده. هنبني على ايه؟ وكان سهل جدا بعد مباراه اوزبكستان والخساره ومباراه كاب فيردي والتعادل قد يطلع يقول يا جماعه انا محتاج وقت، محتاج ان انا اجرب لاعبين، بحاول ان انا اشوف بعض اللاعبين الاخرين الاحتياطي. لكن فكره، انا بتفق جدا مع الشابوني، فكره انك انت مش بقول لك يهاجم الجمهور او الجمهور المختلف معايا يبقى ما بيحبش الوطن. الجمله حتى صعبه، الجمله تقيله جدا. يا جماعه في ناس بتحب البلد وفي ناس ما بتحبش البلد. لو احنا اختلفنا مع حضرتك يا كابتن حسام في نقد فني، طب ما هو ده لمصلحه المنتخب. احنا كلنا ممكن نختلف على بعض الامور زي الشابوني اتكلم فيها، ممكن يبقى عنده وجهه نظر، انا عندي وجهه نظر ثانيه، وده طبيعي جدا في كره القدم. لكن ان احنا نحولها لحب الوطن ومش حب الوطن، اعتقد ما كانش الوقت المناسب للتصريحات من هذا النوع قبل بطوله مهمه جدا. لانك انت ايه، اقول لك ايه، زي ايه بالظبط؟ زرعت الشك في قلوب الجمهور وبرضه في قلوب اللعيبه. يعني اللعيبه المعسكر اللي جاي انت عملت مشاكل مع محمد الشناوي، عملت مشاكل مع مصطفى محمد، امام عاشور قبل كده، مصطفى محمد احنا بنحاول نلصم الدنيا واعتذر قبل كده وان هو يرجع. فانت تقول تصريح زي ده وبعد كده ترجع انك انت تصلحه، الطلقه طلعت. التصريحات تناقلتها وسائل الاعلام الاوروبيه،
فانت كده بتاذي لعيبك بشكل غير مباشر. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان بنحب الكابتن حسام حسن، كلنا بندعمه، عايزين نقف وراه، يا رب ناخد بطوله افريقيا او ناخدها او ما ناخدهاش، نلاقي شكل مقبول. وبعض التجارب المنطقيه، الشابوني كان بيتكلم تجارب غير منطقيه. هو احنا لما بنقول محمد حمدي بيلعب سنتر باك، دي الطريقه اللي حضرتك هتواجه بيها المنتخبات الافريقيه ان محمد حمدي سنتر باك؟ لما اتنين مهاجمين زي اسامين ولا هتقدر تواجهه بمحمد حمدي؟ صعب جدا. فاحنا نتمنى التجارب بتاعتك، لو احنا هنتكلم بشكل فني بعد كده قدام شويه، نتمنى تكون التجارب تكون منطقيه. ده بس اللي الناس اتكلمت عليه، لا حد اتكلم على حضرتك او اهان حضرتك او اهان من الانجاز او عدم احترام. اعتقد يعني احنا شفنا كل الزملاء الاعلاميين اتكلموا بشكل اكتر من ممتاز عن انجاز المنتخب، وان احنا نتمنى نشوف شكل افضل للمنتخب.